السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبنا اليوم طيور جديدة وفيديو جديد، وحولنا الكوكتيل من الغرفة هذه، سويتها كلها طيور حب عوال. نبدي بسم الله. طيور في تحتها بيض، في تحتها فراخ، عزلت لها فراخ. نجي عندنا هذا الزوج، طيرة لاتيني حمر والفحل. عندنا الطيرة رينبو والفحل أخضر. عندنا البينو طيرة عين حمر والفحل عين سود إنجليزي. عندنا هذا الزوج جامبو. عندنا هذا الزوج أتوقع مبيض ما شاء الله. هذا الزوج شوية في عندي بالمكان في عندي ضيق شوية بالمكان لأن بعد ما ركبت عدل. هذا الزوج، عندك هذا الزوج وهذا الزوج. هذا فحل حاله طيرته معزولة تحت الفرش. عندك هذا الطيرة لاتينو والفحل ما أدري شو من نوع إنجليزي، يمكن هذا يرجع إنجليزيات النوعية هذه. الفحل من جاره مو أزرق. هذا كوني قطعة بيضة خربان. عندي هذا الزوج مبيض. طيرة لاتينو الحمر والفحل انجليزي. عندي هذا الزوج جامبو مبيض. عندنا هذا الزوج تحت أول فرخ. عندنا هذه الطيرة جابونس بيض 4 بيضات. هذا فحل أخضر عادي. هذا الزوج، وهذا الطيرة على مقياس خضرا فحلها رينبو. ما عندي طواير رينبو، لو عندي طواير رينبو أبدلهم مع الأيام، راح أبدلهم يعني. عندي هذا الطير إنجليزي، طيرته زرقاء تحتها بيض. عندنا هذا أصفر طيرته جابونس مبيض. عندنا هذا الزوج طيرة الفحل أخضر مبيض. عندنا هذا هم مبيض. وهذه طيورنا القديمة نرجع عليها. هذه بيضت وهذه بيض. هذا جديد. هذا الزوج بناته خليت الريم والزيتونيات، أنا شوفت إياهن. هاي الطيرة رينبو زيتونية والفحل رينبو صافي جناح. عندنا هذا مبيض 5 بيضات زوجنا القديم. مثل ما قلت لكم إن هذا تحت الفراخ، راح أبدل بياضات كاملة بس خلص الفراخ هذه أبدل بياضات. عند هذا الزوج جديد تحت الفرخ. هذا فرخة ورق هذا ما تبيض يعني. عندنا هذا الزوج اللي تحته ما تحته شيء. هذا الزوج تحت فراخ. هذا الزوج بيض كاسر البيض القديمة وبيض ثاني. هذا الزوج مبيض مفرق العفو
فرخين كبران ما شاء الله. وهذا الزوج ما تحت شيء. هذا فراخ كبار تقريبا تقدر تقول راح اطلعهم، ابدا اطلع منهم واحد اثنين. اما بالنسبة للعش، العش ما راح انظف لين يطلع الفراخ، يعني خلاص تعودا عليه. هذا الزوج ده هيك فحل. هذول البيض راح يبيضون، النتيجة قامت تضخم. عندي هذول البيضات ترى جامبو البحر الرصاصي. عندي هذا فراخ اثنين كبران ما شاء الله. هذا زوج جديد. شو البياضات كلها راح تصير الشكل بياضات. 4 فراخ ما شاء الله تبارك الرحمن. تو حطيت لهم بيض. عندي هذا الزوج شوف ما شاء الله فراخ كبرت ان شاء الله ما ضل شي واطلعهم. عندي هذا الزوج جديد تو مفرخات ما شاء الله، زوج من الجدد. عندنا هذول الزوج ما تحتهم شي. عندنا هذا الزوج ما تحته شي. عندنا هذا الزوج تحت الفراخ الفحل الانجليزي والطيرة زرقاء تحت 3 ما شاء الله. عندنا هذول الشكري غير الجابون تحت 3 كبار ما شاء الله كبرين. عندنا هذا الزوج تحت فراخ الفحل الانجليزي والطيرة شكرية تحت فراخ. عندنا هذا الزوج. عندنا هذول فرخان، هذول الفرخات 3 ما شاء الله. واحد جديد تو مفرخ واثنين فرخ من قبل يومين. عندنا هذا ما شاء الله تو مفرخ. عندي هذول فراخ كبار. عندي هذا الزوج الفحل الريمبو والطيرة الرصاصية. الريمبو كلهم فحول سبحان الله. هذا الزوج. عندك هذا فرخ الريمبو، هذا واحد زيتوني وهذا الثاني زيتونيات. هذولي حاليا وطيور كلها مجربة، وانا ما خذيت هالشكل، خذيتها لان طيوري قليلة. بالنسبة للكوكتيل حولتها بالغرفة الثانية مع الفناجس، حولت الكوكتيل. طيوري قلت فانجبرت اخذ طيور جديدة. هذه طيور صارت غرفة كاملة طيور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 زايد زوجين 13. عندك 10 40 زوج، وثلاثة في 4 12 52 زوج، واثنين 54 زوج. 54 زوج طيور حر. عندك هذا يفرغ الدخن ما ادري ليش. طيور هم مرات خايسة ومرات حلوة. اكو طيور فرغ كوكتيل الدخن. هذا الزوج مجرب، هذا الزوج مجرب، وهذا الزوج مجرب، وهذا الزوج مجرب، وهذا الزوج مجرب، يعني الطيور كلها مجربة. هذه الطيرة نسيت هذا الفحل. طيور اكو طيور مجربة. عندي الجابونس هذه مجربة، انا اعرفها الطيور هذه، اعرفها مالت واحد صاحبي اخذتها منه. بالنسبة بعد شنو الفراخ راح ابدا اطلع خلاص. عندي هني 2 جاي اصبر عليهم، احس مو قويات حيل، اصبر يقوون. عندي هني 2، عندي منها هم اطلع 2، عندي منها راح اطلع 2. البحر الريمبو طلعت منه، هذا عندي 1 هنا راح اطلعه. يعني حاليا تقريبا بالي 10 فراخ راح اطلعهم يعني.
طيب اشوف اللي كملن. وانقهرت توني لقيت هذا ولد الريمبوات الثالث. هذا ليش شكله قوي. هذا ولد الريمبوات ذولي الثالث ميت. يمكن مع العلم شبعان يعني. يعني ما أدري، احتمال أبوه ما يدي مضايقه أو يعني في إنه بالموضوع. مثل ما قلت لكم أقفاص جدة، أقفاص كاملة جديدة، بياضات جديدة كلها نظيفة يعني مو صفر، بياضات جديدة نظيفة، بياضة كلها شكل واحد، مشربية مأكلية، قفص جديد، طيور جديدة، ترتيب جديد. كلها رفعت عنها القاع حتى أكنسها، حتى هاي تصير حق البياضات بعدني ما نظفت. نعبر للكوكتيل، تقول نعبر للكوكتيل نشوفن ولا ما يحتاج؟ هذا تصوير طيور الحب. طيور الحب بصراحة إزعاج مو طبيعي، ما تسمع ولا تفهم شيء. خلنا نسكتهم، والله ما يسكتون. ما يسكتون والله. ايه يعني الطيور حلوة، يعني إذا ترجع لها كله إنجليزي وأصفر. شوف هذا اللون شلون حلو. هذا اليوم الضوء مو واضح. ها شوف اللون شلون حلو. هذول إخوان، هذا الفحل وهذا الفحل إخوان. عندك هذا الفحل وين الثاني؟ وينه؟ ها هذول إخوان. يعني طيور أنا أعرفها، يعني طيور رجال جناي وتفريخة وإنتاجي يعني. عندك هذا الفحل وهذا الفحل وهذا الفحل، هذول إخوان ثلاثة. يعني إخوان أمهات يعني ينتجوا، والرجال مسوي أزواج. فأخذت أنا رجال يبي يعزل أخذته. عندي شوية لازم تبديل مي، كثير ما عندها مي، تبديل مي لازمهم، وتبديل أكل. عندي أعطيتها بيض، أعطيتها طيور بيض قاعد تزق الطيور. شوف قاعد تزق الطيور كلها قاعد تزق. كذا إن شاء الله راح طلع منها قسم من 3 4 حتى أنا شفت 1 2 طلعن. هذا البيض الباقي راح أشيله. عندي هذا الزوج بيضة فاضي، عندي هذا الزوج بيضة فاضي، راح أشيله أحطه تحت هذا وأخليه يفرخهم. كافي عليه 4 أفلاك، كافي 4 5 كافي، يعني ما له داعي تخلي 6 و7. يتعب الزوج، حرامات يتعب الزوج. إذا تبي طيورك ما تتعب لا تخلي أكثر من 3 و4. 4 شافها كلها 4 تصير حلوة ومريحة. نعبر على الغرفة الثانية. غرفة الكوكتيل نروح لها. إزعاج طيور حب، إزعاج صار ما ينفعن عليها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش هذا ليش الفيديو الشكل يصير؟ المهم نختم الفيديو دام ان هذا الضوء خرب.
يصير ما ادري شلون نختم الفيديو. أصور لكم فيديو ثاني على الفناجس والكوكتيل إن شاء الله.